هو الشيطان عايز منك ايه بالظبط؟ الشيطان عاوز قلبك. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم: إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. انت هتتوزن يوم القيامة بقلبك، وهو أعظم حاجة فيك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يؤتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ده لا يزن عند الله جناح بعوضة، اللي هي أخف أعضائها، لأن قلبه خالي من الإيمان. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان نحيف جدا وضعيف جدا، لدرجة إن الرياح لو كانت اشتدت شوية كانت توقعه على الأرض. ففي مرة طلع على شجرة الأراك علشان ياخد قطعة منها يعملها سواك، وكانت الرياح بتحركه يمين وشمال. فالصحابة شافوا دقة ساقه. دقة الساق هي الرجل من تحت خالص، رجله رفيعة جدا، فضحكوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. عبد الله بن مسعود كان ليه فضائل تثقل الميزان وأعمال تقر العين، لدرجة إن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد إنها أثقل في الميزان من جبل أحد. وللأسف إحنا كمسلمين قلوبنا ليه إلا من رحم ربي. أنت مش عاوز حاجة؟ سلام.